5 احتياجات عاطفية للراجل بتخليه يحب يكون معاكي ويعملك اللي انت عاوزاه. كل راجل مهما كان قوي وناجح عنده احتياجات عاطفية بسيطة، لو عرفتيها هيفضل جنبك بإرادته ويعملك اللي انت عاوزاه من غير ما تطلبي. أول حاجة القبول، اقبليه زي ما هو. لو الراجل حس ان انت عاوزة تغيريه بيحس انك رفضاه فبيعند وبيقاوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الكلام ده على الطرفين، يعني مكرهوش لعيب فيه، أشوف مميزاته وركز عليها. يعني مثلا لو هو مش بيسمعك في العادي، لما تحصل مرة ويسمعك قوليله أنا بحب فيك إن أنت بتسمعني، امدحي السلوك الإيجابي فيكرره. تاني حاجة الثقة، الراجل محتاج يحس إنك واثقة في قدراته، يعني تحسسيه دايما إن أنت حاطه له صورة كبيرة، فهو هيحاول يثبتها لك طول الوقت ويخرج لك أفضل حاجة عنده. يعني مثلا تقولي له أنا واثقة إن أنت الوحيد اللي تعرف تحل الموضوع ده. الجملة دي هتخليه عاوز يثبت لك إنك صح. تالت حاجة التقدير والشكر، ربنا سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر عموما بيزود الخير، وطبيعي لما بنشكر الراجل بيزودنا. يعني تقولي له تسلم إيدك، هو ده بالظبط اللي كنت عاوزاه. اوعي تقولي له إيه اللي أنت جايبه ده، أو تلوميه على حاجة هو جابها أو تذمي فيها، ده مش صح أبدا. رابع حاجة المدح والتشجيع، بس يكون بتوازن. امدحي فعلا من غير مبالغة وحسسيه فعلا ان هو سوبر هيرو. التشجيع بيدي طاقة تخليه يكرر الفعل تاني. خامس حاجة هو الاهتمامات المشتركة والونس. العلاقات اللي فيها تجارب وأنشطة مشتركة بتخلي الطرفين يحسوا بتجديد وحياة. جربوا تلعبوا سوا، أكلة جديدة سوا، تتمشوا في مكان مختلف. الحاجات البسيطة دي بتربطكم ببعض أكتر. لما تديله القبول والثقة والتقدير والمدح الصادق وتشاركيه اهتماماته، مش بس هيحب يكون معاكي، ده هيعتبرك المكان اللي بيرتاح فيه ويرجع لك بإرادته كل مرة. الراجل دايما بيرجع لمكان راحته، خليه دايما يلاقيها معاكي.